الأحمر أينما حل وارتحل. اليوم كان حضوره قويا بملعب البريد بالرباط، المناسبة لقاءه ضد نادي ستاد، إذ يعود تاريخ آخر مواجهة بين الفريقين إلى سنة 1968 في البيضاء، وكان الفوز حليفا للوداد ب3-1. اليوم يعود الوداد ويكرر نفس النتيجة، لكن هذه المرة ب3 أهداف نظيفة كانت أحسن هذه لهذا الجمهور العريض الذي كما بينت الصور قبل البداية كان في المستوى. مع بداية اللقاء أحسن محاولة تتاح للوداد على إثر ضربة خطأ، وصاحب الاختصاص بن شريفة يوقع هدفا جميلا على بعد 30 متر، فأصبح بن شريفة أحد المختصين في الضربات الثابتة. بالمقابل كان عطاء الصادقي محتشما أمام الوداد الذي بدأ يفرض إيقاعه وبدأ يستعيد بريقه. فريق ستاد المغربي لم يصل سوى مرة إلى شباك الحارس الجرماني الذي كان في شبه راحة تامة. الوداد لعبت بتناسق كل الخطوط، الشيء الذي أربك المحليين. ثاني محاولة التي لم تقلق راحة دفاع الوداد البيضاوي. بادرت عناصر الوداد البيضاوي في الهجوم، ونتابع آخر محاولة خلال الشوط الأول بواسطة عميد الوداد البيضاوي الحسن أبرامي الذي كان في المستوى، يسجل كذلك التألق البين لحارس مرمى ستاد الحارس حانون الذي كان في مستوى هذا اللقاء على الرغم من 3 أهداف. طرد اللاعب أدنولي من صفوف ستاد فسح المجال لشهية الوداديين للبحث على مزيد من الأهداف، وتأتي ضربة خطأ التي أعطت الهدف الثاني، وكان في الدقيقة 35 من الشوط الثاني ضربة خطأ، وبدون أن أكرر صاحب الاختصاص يوقع هدفا ثانيا هز جنبات الملعب. فما هو سر بن شريفة في هذا الاختصاص؟ كنتوكل على الله اي كره ثابته كتجي، كنتوكل على الله الحمد لله. كنحاول نركز على الحائط، الحمد لله كنتوفق وكنسجل الاهداف. فهذا ما كيمنعش يعني بالمره كيجيش كلشي عن طريق صدفه. هناك عمل في التدريب، كنحاول نستخرج الموهبه هذه. عملية ثنائية بين أيت العارف وبوجمع الذي يتوغل ويهز شباك الحارس بن حانون، موقعا بذلك هدفا ثالثا ويختتم حصة الأهداف الثلاثة التي عرفها اللقاء. فهو سيعطي معنويات عالية للوداد من أجل متابعة مشوار البطولة بنفس الوتيرة. فكيف يرى مدرب الوداد هذا الفوز وما هو الهدف في ذلك؟ On dit chez vous, Inch'Allah, vous savez ce que ça veut dire. On est ici, et moi personnellement je suis ici pour relever un défi, relever un challenge, essayer avec bien sûr l'aide de mes joueurs, l'aide du club en entier, avec les dirigeants, M. Doblali, le président, mes adjoints, de redonner un petit peu, redorer le blason de ce WAC qui est un grand club, qui est un des très grands clubs du Maroc et d'Afrique du Nord, et qui depuis des années n'obtient pas de titre et n'obtient pas de récompense. Mais c'est pas gagné dans le football, il faut être très vigilant. Aujourd'hui ça fonctionne bien, je suis très heureux. On est, je pense, sur la bonne voie, mais il faut rester très vigilant. Il n'y a jamais rien d'acquis.